مشاهدينا ومشاهدينا الكرام، فعاليات المعرض الدولي للتمور لا زالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي، ومعنا أيضا مشاركة جديدة ومشاركة وازنة. معنا الآن مشاركة فعالة، يعني مشاركة فعالة ومشاركة رائعة. معنا تجربة أخرى، تجربة جديدة، ألواح البيوتكنولوجيا. صاحب هذه الفكرة غادي يشرح لنا كيفاش اشتا هي ألواح البيوتكنولوجيا. هي شركة لإنتاج فسائل الأنبوبية للنخيل المعتمدة. الشركة جاءت لتلبية رغبات الفلاحين ولتنفيذ برنامج مغرب الأخضر اللي انتهى في 2020، وكذلك لتلبية رغبات أو الفلاحين وتنفيذا لمخطط الجيل الأخضر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة السادس، اللي كيهدف لغرس 5 مليون ديال النخيل. إلا بغينا نغرسو 5 مليون نخلة، يعني باش نشكرو الفلاحة الرصاص، إلا بغينا نغرسو 5 مليون نخلة لا بد أننا بالطريقة التقليدية تعتبر مستحيلة، لكن بالطريقة ديال الفسائل الأنبوبية ممكن أننا نغرسو ملايين الشتلات يعني معتمدة ومحافظة للأصناف اللي بغينا أننا دابا الواح البيوتكنولوجيا شنو هو الفرق بينها وبين الواح العادية؟ واحد البيوتكنولوجيا هو مختبر لإنتاج فسائل أنبوبية للنخل بطريقة تكنولوجيا تسمى الأورغانوجينيز. هما كاين طريقتين، الطريقة ديال الهوموبيوجينيز اللي كتسمى الطريقة الأمريكية، والطريقة ديال الأورغانوجينيز اللي ظلما تسمى الفرنسية، لكن أصحابها مغاربة، ونفتخر أنها ابن المنطقة ديال تابيغوس هو الدكتور علي غيث، ومن بين المؤسسين لهذا العلم هذا، والحمد لله اللي الصيت ديالو يعني واصل للعالم كله، من بينهم السعودية، الإمارات، اللي عندهم مختبرات عالمية في هذا المجال. وصلتوا الواقع عملتوا على مستوى الميدان، ولا باقي انها فكره ولا انها دراسات، ولا واش مخدمين على ارض الواقع هذه الفكره؟ هي شركه واحد التكنولوجيا التاسيس ديالها كان 2013 كباقي المختبرات في المغرب. هي كاينه 7 مختبرات في المغرب، 7. المختبر ديالنا بدا الانتاج 2016 بدا الانتاج ديال الفسائل، لكن قبل 2016 راه كان مجموعه من المراحل عاد وصلنا للمرحله ديال الانتاج ديال الفسائل تكون واجده من اجل الغرس. 2016 كنا شاركنا مع الفلاحين، لا الكبار ولا الصغار ولا وزاره الفلاحه في المشاريع ديالها، وساهمنا في غرس مجموعه من الفسائل اللي الان راها كتعرض. الان الحمد لله المنتوج ديالها راه كتعطي، وكل سنه الانتاج التكنيكي واش يعطي الانتاج بفعل التغيرات المناخيه، بفعل تطرف الطلب، بفعل غير ذلك. اشنو جاتنا في هذا الاطار؟ اشنو جاتنا هذه الفكره ديال الواحه اليوم؟ الان كما كنشوفوا بان المنطقه مثلا ديال بوبليب هي منطقه لا يعني احنا خدمنا على المغرب كامل. غير كنعطيك مثال باش الفلاح يفهم. الا بغينا نغرسوا الضيعات النموذجيه اللي كاينين في بوبليب، ما كاين غير 200 هكتار، 1000 هكتار، 500 هكتار. هذا العدد الضخم ديال النخيل اللي غتحتاج هذا ما يمكنناش باي طريقه اننا نلبيو الطلبات ديال هاد المستثمرين بالطريقه القديمه، لان النخله كتقدر تعطينا 4 دروجيات ب 10 سنين 15 سنه. اذا الا بغينا واحد 20,000 او 100,000 نخله راه من المستحيل انها تعطينا بالطريقه التقليديه، لكن بالعكس ان بالطريقه ديال الاورغانوجينيز، بالطريقه ديال البيوتكنولوجيا، ممكن اننا ملايين ديال الشتلات ممكن نخرجوها من بهذا الطريقه اللي معتمده،
المختبرات ديالنا. نتمنى لكم التوفيق يعني في البادره، هي بادره حسنه وبادره لان انها في قلب يعني انطلاقه من الوضعيه الخارجيه ديالها لواحد الوضعيه اللي هي كتخدم التكنولوجيا وكتخدم عصرنا لتجاوز مجموعه من المشاكل التي ترتبط بالفلاحه التقليديه والمعاشيه.